السلام عليكم، ازيكم؟ لو عندك طفل من 3 ل 7 سنين الفيديو ده ليكي. هتكلم عن خصائص المرحلة العمرية من سن 3 ل 7 سنين. يعني ايه خصائص المرحلة العمرية؟ يعني سلوكيات الطفل لازم يعملها في السن ده بتساعده ان ينمو بشكل طبيعي، ولو تعاملنا معاها بشكل صحيح هتختفي بمجرد ما يكبر، لكن لو تعاملنا معاها بشكل غلط بتعمل مشاكل اكبر، وكمان بتجر وراها سلوكيات تانية سيئة منحبش تكون موجودة في ولادنا. وكمان في شكوى كتير من امهات بتيجي بسبب السلوكيات دي، وبيبقوا قلقانين هو ليه الولاد بيعملوا كده. فلما تعرفي انه ده طبيعي في السن ده هتطمني وتتعاملي بشكل افضل. واحد، الطفل بيتلقى المعلومات على هيئة حقائق. يعني لو انت قلتي له انت مش حلو او انت غبي او انت زنان، هو بياخد كلامك وبيتعامل معاه على انه حقيقة. وعلشان كده لما الطفل يكبر شوية ونلاقي فيه صفات مش عاجبانا او ما عندوش ثقة بنفسه بنزعل وبنستغرب هو ليه طلع كده. ما هو احنا السبب من الاول، بسبب كمية الكلمات السلبية اللي احنا بنقولها لاولادنا وهم صغيرين. استغل الموضوع ده وازرعي فيه كل الصفات الايجابية اللي انت عايزاها. يعني مرة تقولي له انت شجاع، ومرة تاني تقولي له انت منظم، وموقف تاني تقولي له انت متعاون، انت بتحب اختك، وهكذا. شوفي كل الصفات اللي انت عايزة تثبتيها عند ابنك وقوليها في الفترة دي، هو هيصدق الصفات دي ويحاول. رقم 2، كثرة الحركة. لازم الطفل في الفترة دي يتحرك كتير ويتنطط ويلعب ويكتشف. بالعكس، لو الطفل ما عملش كده يبقى هو مش طبيعي. يبقى المفروض تفرحي ان ابنك طبيعي وتسيبيه يتحرك ويلعب. دورك انك تأمني المكان في البيت، وحاولي بقدر الامكان تخرجيه في مكان يطلع طاقته فيه. رقم 3، التقليد. في السن ده الطفل بيحب يقلد جدا كل اللي حواليه، ممكن يقلد اخواته واصحابه، او ممكن كمان يقلد بابا وماما. ممكن تلاقي البنت مثلا تلبس لبس مامتها وتمسك الشنطة بتاعتها، وتلاقيهم بيمسكوا التليفون يتكلموا زينا. ممكن جدا يلقط كلمة او حركة من الشارع او الحضانة ويجي يقولها. فانت بقدر الامكان ابعديه عن البيئة اللي ممكن ياخد منها حاجات مش كويسة، وتعاملي مع الموضوع انه مرحلة وهتعدي. فلما يعمل حاجة غلط أكيد مش هتسيبيه يعملها، ولكن هتنبهيه مرة واثنين وثلاثة بطريقة كويسة وكل هدوء. رقم 4، التفكير الخيالي. في السن ده الأطفال بيبقى عندهم خيال واسع وبيحكوا ويألفوا قصص خيالية. اسمعيه وبلاش تقولي له أنت بتكذب أو بطل كذب. رقم 5، الاستقلال. الطفل بداية من 3 سنين بيحب يعتمد على نفسه، بيحب ياكل لوحده ويلبس لوحده. اديه فرصة يحس انه بيعتمد على نفسه، لانه في المرحلة دي بيكتسب ثقته بنفسه. ولو اجبرتيه انك تعملي له كل حاجة وما اديتهوش المساحة، ده هيأثر عليه لما يكبر. رقم 6، عدم التمييز بين الصح والخطأ. يعني الطفل في السن ده مش بيميز ايه الصح من الغلط، لان الجزء المسؤول عن الادراك في المخ مش مكتمل. وده التفسير لمشكلة انك بتقولي له كذا مرة ان ده غلط وما تعملش كده تاني، وبرضه بيعمل كده. يبقى معنى كده انك تسيبيه يغلط براحته؟ لا طبعا، كل مرة هيغلط وهتنبهيه بطرق مختلفة وبدون عصبية وزعيق، لاننا اتفقنا ان دي مرحلة وهتعدي. واخيرا اوصيكم بالدعاء. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك علشان الفايدة تعم. السلام عليكم.